حراسة المرمى وحماية شباكه كانت عشقه الأول. لعب سابقا في نادي الشباب والنادي الاتفاق، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الأولمبي السعودي. ومن الرياضة والكرة إلى الكوميديا، الوجهة الجديدة للكابتن محمد خوجة، حيث أسس نادي المدينة للكوميديا الذي يقدم العديد من العروض لشباب لديهم موهبة ستاند اب كوميدي، والذي يلقى استحسانا وقبولا رائعا من فئة الشباب، ومتنفسا لإظهار مواهبهم في الكتابة والإلقاء الساخر. كابتن خوجة مؤسس النادي، نادي المدينة للكوميديا، موجود معنا يحدثنا عن هذه التجربة. صباح الخير، وصباحك رياضة وكورة وكوميديا كمان. أنت تحب كل شيء بحرف الكاف شكلك، يعني هذا الرابط. بالتأكيد. بس ممكن إذا تشرح لنا فكرة إنه يعني أنت يعني كابتن كرة قدم ومشهور، ويعني مفروض يعني قمة يعني كل الشباب حابين يكونوا في مكانك، أنت رحت تركت كل هالعالم واتجهت للكوميديا، وأنت مش ستاند اب كوميديان. ليش طيب؟ ايش اللي صار؟ صح، انا ماني ستاند اب كوميدي، ولكن موضوع بالنسبه للكوره موضوع شغف. انا الشغف عندي في الكوره قل، ما كان زي اول. ما صرت احب الكوره زي اول يعني. ليش؟ ما تحب الالتزام؟ لا، ما احب الالتزام. انا التزمت لمده 17 سنه في كره القدم. كنت لاعب لمده تقريبا حوالي 12 سنه في كره القدم. ولكن ليش تركت؟ هذا السؤال اللي كثير ناس بيعرفوا ايش اجابته. ليش؟ ما عجبني الوضع الاحترافي اللي بنعيشه، خصوصا في اخر نادي كنت فيه. اثر كثير علي يعني، ففضلت اني انا اتجه لامور اخرى اشوف نفسي فيها. ممكن توسع في هالنقطه؟ طيب يعني كيف يعني ما عجبك الوضع الاحترافي؟ ايش مشاكل الاحتراف الكوره في يعني اعتقد انه اللاعب المحترف، نحن في السعوديه عندنا مجرد اسم على ورق. اوكي. ما يمثل الا 10 او 20% من الاحتراف. الانديه ما بتأدي واجبها الاحترافي زي ما بيأديه اللاعب بيحترف اكثر من النادي. بنشاهد مشاكل كثير في موضوع الرواتب، موضوع العقود، موضوع الامور الداخليه الاداريه في الفرق. بتعاني بشكل كبير جدا. صحيح في هاله اعلاميه كبيره حول الرياضه، ولكن داخليا الفرق بتعاني، وهذا اثر على المنتخب السعودي. جميل. طيب احنا يمكن يعني هي ناريه جدا بصراحه، وفي منها كثير من الصح، لكن عموما احنا راح ننتقل لفيديو، ننتقل لاجواء الكوميديا، نشوف فيديو ونرجع مره ثانيه معك نكمل. رجعنا وعدنا مجددا مع الكابتن محمد خوجة، مؤسس نادي المدينة للكوميديا. أبو ميار، حدثنا عن الموضوع، كيف بدأ وليش وش معنى اتجهت من الكورة إلى الكوميديا؟ طبعا تأسيس نادي كوميديا. صحيح. طبعا أنا أحب الأمور الاجتماعية. أحب البزنس اللي يكون فيه ربح مادي وفائدة اجتماعية للمجتمع. هذا الشيء نحن ما بنسعى فيه ولا بنشتغل فيه. دائما نحن بنكون نظرتنا مالية ومادية بحتة. في المدينة المنورة ما في أي متنفس للشباب والسيدات. الآن في المدينة أصبح نادي المدينة الكوميديا هو المتنفس الأول في المدينة خلال السنة الماضية كلها. الناس ما هي عارفة فين بتروح على جدة، بتروح على دبي. ومن حقهم يجوا على دبي صح؟ طبعا اكيد. شكرا. ايوه، ولكن في المدينه تخيل انه ما في اي مكان الناس بتروح بتشاهد فيه مثلا مسرح او كوميديا او حتى يعني ترفيه، حتى لو مثلا مدينه ملاهي كبيره. فكان هذا الموضوع في بالي، وشفت التجربه اللي حصلت في كثير من المدن حول العالم. واخرها كان في الشرق الاوسط، مثلا في مصر، في جده. فالموضوع شجعني بشكل كبير. بس انت يعني شكله الموضوع استثماري، يعني فلوس، وانا معاك. انا بالتاكيد انا من خلفيه اقتصاد، صحيح معاك. بالتاكيد الموضوع استثماري، ولكن كمان برضه في له فائده للمجتمع. في فائده للمجتمع. وانا كمان يعني كنت مسرحي قبل كده، يعني في ايام الثانويه. كنت في الفريق المسرحي في الثانويه الطيب جامعه. بس كابتن انت ما عندك حس كوميدي ابدا يعني؟ لا. طب حاول. انا عندي حس كوميدي مع اصحابي بس يعني، ولكن شو حارس المرمى دائما بيكون شديد.
ايوه بيكون عشان الهيبه. ايوه عشان نكتة الهيبه هذا، بس، ولكن بيكون يعني نكتة- بعضهم بيكونوا مجانين نكتة يعني. واحدة. نكته واحده. جرب هاي تكون تجربتك بنشوف الأولى. نحن ممكن مع ممكن تنطلق الى عالم يصير الستاند اب انافس كوميدي. يعني انافس بدر صالح يعني تنافس الشباب ليش طب لا؟ كيف لقيت الاقبال في المدينه؟ لقيت مشاكل؟ لقيت اقبال والله من الناس؟ كنت متوقع مشاكل كثيره جدا، ولكن عكس توقعي الجمهور كله دعم. اهل المدينه كلهم كانوا من الداعمين، من صغار السن وكبار السن، ولكن كان في البدايه الموضوع انه غريب. اخوي الكبير اخوي عمر قال لي انت ايش بتسوي انت؟ قلت له انا بسوي نادي كوميدي. قال لي كيف يعني كوميدي؟ قلت له يعني كوميديا ارتجاليه. قال لي كيف يعني؟ قلت له في واحد يجي على المسرح وبيقول مواضيع اجتماعيه وبيضحك الجمهور. قال لي يعني مسخره. ما عجب الموضوع. فقلت له يعني الموضوع هدف منتشر في كل مكان في العالم. قال لي هي ونحن نسوي كل حاجه الناس بيقلدوها. فاول ما حضر بعد ما خلص العرض وخلص الشو قال والله انا من زمان ما ضحكت زي كده، الله، وعمري في حياتي ما ضحكت زي كده. جميل. فتغيرت النظره عنده بشكل كبير. طيب وانت مو نادم على تغيير المسار بامانه؟ انا عندي شويه ندم بالتاكيد، عندي شويه ندم، لانه اعتقد انه اقدر انه اكمل 5 سنوات قادمه في كره القدم بكل سهوله يعني. لو كملت كان في نادي معين كنت تحب تلعب فيه؟ لا ما في نادي معين، ولكن بيكون في تحدي يعني. كل ما كان في تحدي يكون في اكيد في نادي. والله انت شو؟ اكيد في نادي. لا تقول الاهلي بس. لا عشان فيصل. لا بس عشانك وكل شيء الاهلي. لا والله استلموك الملوك. ما في نادي. انا لعبت في الشباب ولعبت في الاتفاق، وقبلها في المدينه لعبت في وحده وانصار، ومع الشباب حققت بطولات كثير ورحت منتخب ولعبت في كاس العالم 2006. فيعني ولكن كان في طموح عندي، كان في طموح اني اوصل اكثر من كده يعني. جميل. طموحي مع المنتخب الحمد لله حققته، كان ممكن احقق اكثر من كده، ولكن عموما انت مستمر بالكوره ما شاء الله بانضمامك الى مجموعه محللين برو سبورت. طبعا بارك لك، خطوه جميله من أهل البيت واضافه رائعه طبعا يعني. طبعا. ايوه خلاص انتوا دحين حتستنزفوني كل يوم. طبعا كل يوم انت داخل وانت ضد شايف احنا جالسين على المدخل يعني ما في مفر. كابتن مهيرة جابت كورة اليوم عشان انا هعمل تحت ونبغى الحكم. ونبغى نشوف انت كيف موهبتك في الحراسة. الحراسة في نفسك. يا سلام. شوف انا غير مسؤول عن اي حاجه تتكسر في الليل. انا مالي صراحه. اهم شيء لا تضربوا هنا لو سمحتوا. والله انتبهي. طب اسمع، في منطقه مزروعه برا يعني. لا هنا لا احنا مصرين طيب. تكون معنا في الاستوديو. انت دحين انت ايش بتسوي؟ يعني انا حشوت. طيب. ونشوف عاد كيف حراستك. بس بامانه، بس مش عشان فيصل زميلي، هو ما يعني المكان ما راح يسمح له يشوط بقوه. بس هو له علاقه اصلا في اللياقه ولا يعني شويه بس مشيها انت فيصل يعني. مو عشان طيب. اخوك كان يلعب وهذا الشيء اللي اكتشفته انت ما قلت لي عليه. طيب خير. وجه تحيه لابو احمد. اي والله لا بس سابق زميلي وحبيبي ولعب معي في منتخب الناشئين، كابتن خضر الزهراني. حيشوف الان اخو خضر الزهراني ايش حيسوي فيك. ايش حيسوي؟ طب انا ماني متنبئ بايش حتسوي انت بالضبط. حيشوط عليك. حتشوت في عيني ولا حتشوت؟ العب هات الثاني يلا هيا شوت. اوكي ثاني هات ثاني يلا شوت. بيطلع لي شوف اذا سجلت هدف، خايفين على الكاميرات. اذا سجلت هدف هنا في المنطقه هذه لك اللي تبغى. هيا يطلع لي هدر يا فيصل. يلا هيا يلا هيا. اوكي ها العب المايك. بس يطلع لي هدر يا شباب. حبيبي والله من زمان على الكوره. بس تخيل دحين يجيني عقد بعد